هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا شيش طاووق الفراخ. وصفة جميلة والكل بيحبها، كبير وصغير. وما بتحتاجش غير زبادي وتوم مهروس، والبهارات اللي عندك، بهارات فراخ وملح وفلفل وكمون وشوية شطة او بابريكا وكزبرة ناشفة. عايزة تضيفي كمان شوية كركم كده، مفيش مشكلة. وشوية كاري جميل، وعصير ليمون. بقلب بقى المكونات دي كده مع بعضها. ما ننساش الفصين 3 توم كده المهروسين، هنحطهم برضو معاهم. وبعدين هضيف قطع الفراخ اللي انا مقطعاها مكعبات، سواء من الصدور او من الاوراق، الاتنين على فكرة حلوين وبيستووا حلو يعني. دي من الصدور، وقطعتها كده مكعبات، وهقلبها في التتبيلة ديت. وهقلب التتبيلة دي كويس كده، وهسيبها ساعتين 3، ممكن قبلها بليلة. في التلاجة مفيش مشكلة خالص. بعد كده بجيب الاسياخ بقى، وقطع من الفلفل والبصل والطماطم، واحطهم في الاسياخ. قطعة فراخ، قطعة فلفل، قطعة طماطم، قطعة بصل، قطعة فراخ تاني. وبكمل الحاجة بتاعتي. عندي شرايح من البطاطس عملتها رقيقة كده، وحطيتها في الجزء المتبقي من التتبيلة اللي عندي بتاعة الشيش طاووق دي. وهحطها في صينية، يبقى دي صينية الشيش طاووق. وحطيت الاسياخ بقى كده، رصيتها كده. طبعا ما ننساش ان الصينيه الاول دهناها بقطعه من السمنه، بقطعه من الزبده، او حته سمنه او حبه زيت يعني. وبعدين حطيت كده الاسياخ اللي معانا في الصينيه، وتحتها شرايح البطاطس المتبله. واحطها في الفرن بقى، في الرف اللي قبل الاخير. وبعدين اديها كده وش، لما بتنزل هي بقى السوائل بتاعتها وبتستوى كده بسرعه، متاخدش وقت، نخلي بالنا. وبعدين اشغل الشوايه من فوق، تاخد وش من فوق كده وتحمر، يبقى شكلها روعه وبالهنا. وده شكلها النهائي، ووصفه سهله وسريعه، واتمنى ان انتوا تجربوها. وباي باي في وصفه جديده. وما تنسوش تعملوا لايك والشير وكومنت جميل منكم. باي باي.